يا صباح الورد والياسمين والفل على عيونكم. هنعمل ايه النهارده يا سامية؟ هنعمل شوية قرص كده باللبن الرايب زي السكر. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. واحنا هنا مجهزين معانا 2 كيلو دقيق. بس ما تنسوش بقى قبل اي حاجة تعملوا اشتراك للقناة وتفعلوا زر الجرس للكل عشان يوصلكوا كل جديد. وما تنسوش الصفحة بتاعتنا اللي على الفيسبوك تعملها اعجاب ولايك كتير كتير وتشيروا الصفحة كتير علشان نوصل لاكبر ناس من المتابعين على الفيسبوك وجمهورنا يكبر كده. احنا هنا نخلنا 2 كيلو دقيق. هنعمل ايه؟ هنحط معلقتين كده حلوين ملح ونقلب كل ده في بعضه. كده احنا خلصنا الدقيق والملح. كده فاضل السكر والخميره. هنجيب مع بعض كده الخميره اللي احنا مستخدمينها مش خميره فوريه، خميره بيره اللي هي العاديه بتاعتنا. انا خدت على كل كيلو دقيق 4 معالق كبار سكر. على كل كيلو دقيق اربع معالق كبار سكر زي ما انتوا شفتوا كده. وهحط بقى دلوقتي حته خميره اللي هي البيره ديت اللي هي بتبقى عند المخبوزات، يعني اللي هي اللي بتتباع عند الفرن. واحط حبه ميه عاديه من الحنفيه. انا المفروض تحط ميه دافيه بس انا ما استخدمتش الميه الدافيه يعني لان الجو كان شمس، وقلت كده كده العجين ما شاء الله هيرفع بسرعه يعني. هقلب كل ده مع بعضه كده واغطيه كويس جدا بحيث ان هو ايه يتفاعل معايا. هنعمل ايه بقى؟ انا جايبه مج اهو وهنعاير السمنه وهنعاير الزيت اهو. ادي كده كوبايه سمنه، وادي كده كوبايه ونص زيت اهو. يبقى على ال2 كيلو دقيق حطينا معلقتين ملح صغيرين، وعلى كل كيلو حطينا 4 معالق سكر كبار، وحطينا على ال2 كيلو دقيق برضو كوبايه مج كده سمنه ومج ونص زيت. اقسموهم بقى انتوا على الكيلو يعني. يعني بتحطي على الكيلو كده كيلو دقيق بتحطي عليه مج وشويه كده، يعني كوبايه وشويه كده سمنه على زيت. لازم سمنه على زيت ليه يا بنات؟ علشان الزيت بيخليها هايشه وطريه كده وخفيفه ما بتبقاش مكتومه، لكن لو سمنه بس هتبقى مكتومه. هنا لبن رايب. انا جايبه اللبن دوت ومروباه من امبارح الصبح زي دلوقتي كده. جبته وحطيته زي ما هو في الحله كده، يا دوبك دفيته عشان الجو ابتدى يطري. وبعدين حطيت فيه حبه يعني معلقتين كده زبادي، قلبتهم في شويه لبن كويس جدا وايه ودربتهم فيه وقلبتهم في الحله وغطيتها وسبتها زي ما عندهاش في التلاجة. لكن لو الجو حر سيبيه زي ما هو، هيقطع لوحده تاني يوم وهتلاقيه رايب. انا هنا خدت كوبشتين 3 كده على قد ما ايه هبتدي بقى الم العجين يعني. انا كده لسه ما حطيتش ايه الخميره، طبعا انا مدوباها في كوبايه ميه يعني مج ميه برضو تعملي حساب ايه الميه بتاعه الخميره. بصي اهي يعني مج كده نزلت بيها اهو ابتدي اقلب. لو احتجت لبن رايب تاني هلم بيه العجين، يعني ايه لو احتجت تاني لقيت العجينه شاده معايا هحط كبشه كمان. ما احتجتش خلاص يعني على حسب احتياجك. ما شاء الله انا ما احتجتش اهو والعجينه بقت ملبن معايا. خلاص كده انا هسيبها زي ما هي كده بقى واغطيها بفوطه واسيبها ايه تخمر بقى. كده كده الشمس طلع اهي ما شاء الله وتخمر على طول. هنا بسم الله ما شاء الله بعد ما خمرت اهي كنت بختبرها بصبعي كده ما شاء الله. بصوا عامله ازاي اهي. ابتدي بقى ايه اخرج الهواء منها كده وابتدي بقى اقرص. اجهز بقى المفرش السيليكون بتاعي الجميل دوت وابتدي بقى اقرص بقى ايه كوره كده اللي هي ايه اكبر من الليمونه بشويه. يعني لو قدرت تصغري عن كده عادي على حسب بقى الحجم اللي انت عايزاه، بس كده كده القرص بتزيد يعني. ما شاء الله يعني ال2 كيلو دي عملوا لي كميه محترمه يعني. هسيب بس حته كده عشان افرد عليها. انا اغطيها هنا فوطه كده علشان برضو الدبان والهواء والكلام ده. واجهز صينيه جنبي وابتدي بقى اقرص فيها افرد عليها، يعني افرد هنا كده قدامي في الحته الفاضيه دي اهو. وبعدين اودي افرد واودي بس كده. طبعا ما تبططيهاش قوي ولا ان انت ايه تخليها تخينه قوي، خليها في المعقول بحيث ان هي ولا تبقى تخينه قوي ولا تبقى رقيقه قوي وتنفش معاكي وتبقى حلوه. هنخلص بقى كل الكميه دي. انت بتبتدي باول حاجه قرصتيها علشان تكون ريحت العجينه ريحت معاكي. تبتدي باول حاجه وبتخلصي باخر حاجه زي ما انتوا شايفين كده زي ما بعمل. ما شاء الله خلص كل بقى الصواني. انا مجهزه الصواني بتاعتي كلها. هعمل معاكم دي كمان اهو. بصوا ما شاء الله
بصوا دي صينيه كبيره اهي. هسيبها تخمر تاني من نجاح القرص يا جماعه والمخبوزات. بتسيبها تخمر تاني قبل ما تدخليها على السوا يعني. طبعا انا ابتديت اولع الفرن بقى علشان يبتدي يسخن معايا. بس هقوم اغطيها بس كده بفوطه عشان انا حاطاها فوق الفرن، وعشان برضو الدبان وكده انتوا عارفين انا شغاله فوق السطح، فقال لي شويه هوا يعني ممكن يجيبوا لي اي شويه تراب عليهم. اخلص بقى الكميه بتاعتي كده برضو واسيب كل ده يخمر تاني كده. ما شاء الله الصواني كلها اهي فوق بعضها اهي. بصوا خلاص الفرن انا مسخناه بقى من قبليها، مولعه بس الشمعات الشوايتين من الجناب ومهديه، ومن تحت برضو مهديه، يعني بتسوي القرص على نار هاديه مش على عاليه. ما شاء الله اهو. اول صينيه اهي هطلعها قدامكم اوريها لكم. انا بس عماله اقلب فيها عشان تاخد لون من كل ناحيه اهي. انا بظبط برضو درجه الحراره من فوق ومن تحت بحيث ان ايه اللي فوق يبقى زي اللي تحت. بس هطلعها دي. بصوا بسم الله ما شاء الله عامله ازاي. هدخل بقى غيرها اهدي بقى كده برضو عشان القلب يستوي، يعني انت بتهدي عشان القلب يستوي. ما شاء الله بحرف السكينه كده وتشوفيها. بصوا ظهرها زي وشها عاملين ازاي، السوا زي السكر. نغطي برضو كده. وادي تاني صينيه. كل الصواني بقى هدخلها على الوضع ده. طبعا في صواني صغيره هدخل بالاتنين مع بعض، والصواني كبيره بدخل الصينيه على بعضها. احط دي تحت دي كده علشان ايه يضغطوا في فوطه واحده، وادخل بقى دول وابتدي برضو اهدي ايه الشوايات عشان القلب يستوي. واهم حاجه التسويه يا ولاد، يعني اهم حاجه يا بنات التسويه. انا بسوي على فرن بلدي اهو، المفروض دوت اصلا حرارته عاليه جدا، بس انت بتحكمي في الحراره بتاعته. ادخل التانية اهي. بص دي صواني صغيره وبدخل بالاتنين مع بعض وابتدي برضو اظبط الحراره اهي. ما شاء الله حاجه زي السكر. والتانية كمان هطلعها اهو اللي في الجنب التاني علشان ايه ادخل غيرها اهي. بس اقفل على دول وابتدي بقى اوريكم القرص من جوه عامله ازاي. طبعا الحتت اللي ناقصه دي العيال كلوها يعني مستنوش. هبتدي بقى الم القرص كلها في صينيه واحده، المهم كلهم كده في صينيه كبيره واحده بقى. ما شاء الله وطريه وزي الفل يعني، ولا ناشفه ولا الكلام ده. ابتدي بقى ايه افضي كله كده عشان الصواني تبرد، عشان لسه في قرص تانية هنعملها. احنا مش عاملين لنا بس احنا عاملين لنا وللحبايب. واغطي بالفوطه. بصوا بقى طريانها عامله ازاي، حاجه كده عسل عسل عسل. مقادير مظبوطه على الشعره ومعموله كلها باللبن الرايب، يعني الخير خير، يعني حاجه زي السكر. بصوا بقى اهي بعد ما جمعتها كلها على بعضها ما شاء الله عليها. بصوا طريه ازاي وجميله. بصوا انا عماله اوريها لكم كده وهي طريه علشان اوريكم طريه عامله ازاي. متنسوناش بقى باللايك والشير، واستنوني في فيديوهات جديده. باي باي.